هاي جايز، تعالوا لنعمل أطيب ورق عنب بالزيت. شي بدي أفرم باقة بقدونس فرم ناعم، حطيتهم بشاط وبلشت فرم بالبندورة كمان فرم ناعم، وبصل فرم ناعم. حطهم كلهم مع بعضهم كأنه تبولة يعني بس بلا برغ. هون أنا غسلت كبتين ونص كبار من الرز المصري. زيد البندورة والبصل والبقدونس عليهم، زيد حامضتين كبار عليهم، ملعقتين كبار من الخل، زيد ملعقتين من دبس الرمان. هون دبس الرمان كتير بطيب ورق العنب. صويا صوص ملعقة كبيرة، كمان الصويا صوص كتير بتطيب. ملح هون صار جاهز الحشوة عندي. هون لفيت 2 ورق عنب قدامكم لتشوفوهم. عم بفهم هيدي الطريقة ما بكتر كتير حشوة، شوف كتير سهلة لفتهم بهاي الطريقة. هاي وحدة تانية وراح لفهم على جنب وفرجيكم يوم بس يخلصوا. تعالوا لنجهز المرقة اللي بدنا نحطها فوق ورق العنب. أول شي تقريبا شي لتر مي، وحطيت فوقهم حامضة كبيرة، ملعقة كبيرة من الخل، ملعقتين كبار من دبس الرمان، ملعقة كبيرة صويا صوص. هون ززت حامض الليمون تطلع كتير حامضة، نحن حسب الرغبة نحن كتير بنحبها حامضة، وزدت زيت. هلأ الخضرة اللي بدي زيدهم، أول شي جبت طنجرة وبكعب الطنجرة حطيت ورق عنب يلي معصتن يلي معش بحاجة إلن، حطيتن حطيت فوقن بطاطا مثل ما شايفين. فوقن رح حط الجزر، وهلأ بصف الورق عنب فوقن، وفوق الورق عنب بحط البندورة، يعني آخر طبقة هي البندورة. هيدا الورق عنب وهيدا منظر البندورة. هلأ بنحط المرقة فوقن ويلا على الغاز. وهي النتيجة من بعد ما خلصوا، عن جد شي بشهي. شوفوا ملا منظر، ولا وحدة فرطت معنا. طلعوا ليكم عن جد، شوفوا طرايا صحتين.